السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غادة، عندي 27 سنة، بنت زي ما تقولوا كده. يعني الحمد لله عايشة مرتاحة جدا جدا مع أهلي. كل حاجة اتمنيتها لقيتها، بس بصراحة أنا كان فيها مشكلة وحشة جدا، يعني يعتبر مرض. أنا دايما كنت من النوع اللي أحب أبص للي في إيد غيري، أي حاجة في إيد غيري أحب أبص لها دايما، أكون عايزة أخدها. حاسة ان انا معظم الوقت مش مركزة في حياتي، بس مركزة مع حياة الناس. يعني مثلا قبل ما اتخطب، يعني في واحدة صاحبتي كنت رايحة الخطوبة بتاعتها، كانت خطوبة على الضيق. قعدت ابص فعلا لخطيبها وابص ان هي يعني الشخص ده شكله حلو، ومن كلامهم ان هو برضه ابن ناس ومعاه فلوس، مش محتاج، مرتاح ماديا يعني. بصيت لخطيبها، حسيت ان انا عايزة اخده منها، وبدأت طول الوقت ان انا اقعد اكرهها فيه، اقعد اقول لها على فكرة خطيبك مش كويس، خطيبك ظروفه مش اللي هو، ما تبص لواحد تاني. بدأت اكرهها فيه وحاسة ان انا عايزة اخده منها. جيت برضو لما اتخطبت، بقيت دايما ابص لخطيبي بنظرة اني ان انا مش راضية بيه اصلا، مع انه ظروفه كويسة جدا وحالته المادية يعني الحمد لله مرتاحة، وهو شخص محترم جدا وشكله حلو، يعني محترم وكويس. اي واحدة بتكون عايزة تتستر وخلاص، او بتبقى مع واحد يبقى كويس واخلاقه كويسة وخلاص. انا بقى للأسف كنت يعني مخطوبة وحاسة ان انا مش راضية خالص بخطوبتي. حتى كان معظم صحابي يقعدوا يتكلموا معايا ويقولوا لي انت يا بنتي ليه يعني ما انتش معجبة بيه، اقول لهم انا مش حاساه ومش عايزاه وكده. بس فعلا الموضوع كان رخم جدا، ما كنتش عارفة اتخلص من النقطة اللي عندي دي. جت بعد كده ليا اختي، راحت اشترت شقة، هي المفروض متجوزة بس كانت قاعدة في شقة ايجار الاول، ودلوقتي الحمد لله ربنا كرمها بشقة تمليك. رحت شقتها دي، واول ما دخلتها برضو استغربت وقلت لها شقتك حلوة قوي. حسيت ان انا زعلت في نفسي ان هي عندها شقة جميلة كبيرة زي كده وانا لا. بس يعني ببص للموضوع مش حتة ان انا بركز وبس، لا ده انا يعني انا فعلا ببقى حاسة عايزة الشخص ده الحاجة اللي عنده دي ما تكونش معاه. بعد كده مع الوقت اتجوزت، ولقيت نفسي ان انا خلاص امام امر واقع وقدام حياة لابد ان انا اعيشها واكون راضية بيها. برضو رغم من كده كنت دايما ابص لحياة غيري، حتى حياة سلفتي بصيت لها، عندها كام عيل وعايشة ازاي وعايشة ازاي مع جوزها وجوزها بيعاملها ازاي، وكنت دايما مش راضية عن الحياة اللي انا عايشاها. مع اني انا اصلا جوزي برضو يعني شخص كويس، يعني ارجع اقول في الاول وفي الاخر لما باجي ابصله من الناحية اللي هي الطبيعية الاقي ان هو الحمد لله شخص كويس. بس برضو حاسة ان انا بصل لحياة غيري بشكل اكتر. جت واحدة صاحبتي عندي في الشقة، يعني لما انا شفت في ايديها شنطة جديدة وجميلة وحلوة قلت لها انا هاخد الشنطة دي، وفعلا لقيتها بتقولي طب اتفضليها. هي المفروض بتعزمني، يعني بتعزم عليا عزومة مراكبية، بس بصراحة انا ما صدقت، قلت لها ثواني بقى هجيب لك كيس تحطي فيه حاجتك، واخدت فعلا منها الشنطة. برضو ليا واحدة صاحبتي تانية كانت جايبة فستان جديد، برضو بقول لها شكله حلو، قالت لي اتفضليه، قلت لها طيب خلاص تمام، وفعلا اخدته منها. بصيت لقيت اني يعني ليا واحدة صاحبتي اسمها ندى بدأت تبعد عني، بدأت الناس دي شوية شوية تسيبني. كل ما يعني اشوف مع حد حاجة حلوة احس ان انا عايزة اخدها وخلاص، مش مهم، مع اني انا عندي نفس الحاجة تقريبا وعندي نفس الحاجات، وبالعكس ممكن تبقى ماركات افضل وبسعر اعلى، بس حاسة ان الحاجة في ايديهم افضل واحسن بكتير. برضو لما جه اخو جوزي فكر ان هو يشتري يعني شقة كبيرة، انا قلت لجوزي على طول لازم تشتري شقة كبيرة، انا بصراحة مش هينفع اعيش في الشقة العادية الاوضتين دي. قال لي احنا لسه متجوزين دلوقتي واحنا اصلا مش معانا حتى اطفال، وحتى لو جبنا طفل ولا اتنين متهيألي الشقة هتسعانا على الاقل الفترة دي. قلت له لا، لازم تجيب شقة زي اخوك. وبرضه ما بصيتش لظروف جوزي،
وضغطت على جوزي جدا ان هو يجيب الشقة دي، وجوزي بقى يجي على نفسه جدا عشان يجيب لي الشقة اللي انا عايزاها. برضو جيت في يوم من الايام سلفتي كانت بتقولي ان هي رايحة تشتري فستان عشان تحضر خطوبة اختها. رحت انا كمان قلت لجوزي انا عايزة اشتري فستان، عايزة اشتري فستان زي سلفتي. قال لي طب هي رايحة تحضر خطوبة اختها، انتي هتشتري فستان ليه؟ قلت له عايزة اشتري فستان كده وخلاص. قال لي لا، ما هو مش دايما كل حاجة تبصي للناس وتعملي زيهم، لازم تبصي لظروفك وتتعاملي. انت دلوقتي لا عندك خطوبة ولا عندك فرح ولا عندك اي مناسبة، هتروحي تشتري فستان ليه؟ تركنيه وخلاص. بصراحة حسيت ان انا فعلا اوفر، يعني انا هشتري فستان وهسيبه ليه؟ ما مجرد ان سلفتي هتشتري فستان. فعلا كبرت دماغي وقلت مش مشكلة، هو فعلا حقيقي ملوش لازمة. وفعلا رحت مشتريتش حاجة ورحت معاها، هي اشترت الفستان بتاعها والدنيا تمام وخلاص. جت بعد كده لقيت سلفتي يعني هي يعني من النوع اللي هي بتحب الخلفة الكتير، خلفت عيل واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. انا بصراحة بقى قلت ايه، لا انا بقى هعمل غيرها خالص، هبقى اجيب ان انا بدل ما اجيب مثلا اجيب زيها 5 ممكن اجيب مثلا زيها 7. وفعلا قررت ان انا اعمل كده، ومع الوقت الحمد لله الدنيا بقت تمام. وفعلا خلاص يعني جبت عيل في 2 في 3 في 4 في 5 في 6، ولقيت نفسي وقفت عند الثامن. متخيلين ان انا عندي 8 اطفال وجوزي ظروفه مش كويسة خالص خالص خالص. ومع الوقت بقى الحمد لله، يعني طبعا ده رزق من عند ربنا. بس الأصعب إن الواحد لما يشوف ظروفه الوحشة دي ويجي بعد كده إن هو يبدأ بعد كده يعني يتعايش في الموضوع ده. فأنا الظروف بدأت وقت في التاني في التالت إن أنا ألاقي نفسي في مشكلة أكبر. صحتي تعبانة جدا، بقيت فعلا تعبانة جدا بدرجة كبيرة. يعني أنا عندي 8 أطفال، فالموضوع صعب قوي. غير كمان ظروف جوزي اللي هي بدأت تبقى خلاص في الأرض بصراحة، واضطرينا ان احنا نبيع الشقة وخلاص كده. يعني احنا قاعدين يعتبر في بيت حماتي، يعني عايشة اصلا مع حماتي. فالظروف بدأت تتدهور جدا. ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان انا مش مقتنعة بأي حاجة في حياتي، ودايما بعمل الحاجة الغلط، دايما ابص لغيري. ممكن كل واحد يبقى له ظروفه، بس للأسف انا مش قادره اتكيف مع الظروف دي، وان انا دايما ببص لحياه غيري وبتاقلم مع ظروف غيري. بس للاسف كده انا حاجه زي كده حبيت ان انا يعني اوريها للناس واعرفهم ان المفروض الانسان يرضى باللي ربنا كتبه له، وان هو دايما يرضى بظروفه. وطول ما انت ما انتش راضي بظروفك هتفضل تبص لحياة غيرك، وهتبص ان انت لازم هتقع في اخطاء كتيرة لانك عايش في حياة غيرك. لازم كل واحد يعيش في الظروف بتاعته، الظروف اللي مناسباه مش مناسبة غيره. يعني ربنا دلوقتي ادى لغيري 5 اطفال، ممكن تبقى ظروفه افضل مني، ممكن يبقى عارف يعيش العيال دي، ممكن تبقى الست نفسها صحتها كويسة، لكن انا مثلا صحتي يدوب على قدي، ممكن اسعى يدوب طفل 2 3 بالكتير، مش 8 اطفال مرة واحدة. صدقوني اللي بيبص على حياة الناس ما بيكسبش حاجة. دايما الانسان يبص لحياته ويقول الحمد لله ويرضى بيها، وعشان كمان الناس اللي حواليك ما يخافوش منك. انا عن نفسي اصحابي كلهم سابوني، لانه كل ما بشوف مع واحدة حاجة حلوة بحب اخدها، سواء شنطة سواء فستان سواء جزمة سواء اي حاجة، مع ان انا ممكن اكون افضل منهم بكتير. والله انا فعلا عندي حاجات افضل منهم بكتير، ورغم من كده ببص للي معاهم، وهم كمان بيحسوا طبعا ان انا بحسدهم، مع ان هم مش افضل مني في حاجة. انا حبيت اشارك معاكم مشكلتي، حبيت ان انا اعرفكم ان كل واحد يرضى بظروفه، كل واحد يرضى باللي ربنا قسمهوله وادهوله، لان دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضلك على حياتك. انت طول ما انت عايش بظروفك انت وحامد ربنا بالظروف اللي انت عايش فيها، صدقني هتبقى عايش مبسوط ومتهني، وهتعرف تتعايش في حياتك وتتأقلم فيها وتديها حقها وزيادة، وحياتك هتبقى أفضل بكتير. لكن طول ما انت مركز مع حياة غيرك،
صدقني مش هتنجح في اي حاجة، وظروفك هتبقى زفت. طبعا مفيش حد يتمنى ان حياته تبقى كده. انا حبيت اشارككم الموضوع، يا ريت الكل يتعلم منه. انا بقول الكلام ده للراجل وللست وللطفل وللبنت ولكل حد. كل واحد لازم يتأقلم مع حياته ويرضى باللي ربنا كتبه له. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.